سلام خوتي وخواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وصحه جيده. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم غزال شانيل. الا كنتوا زوار جداد للقناه فما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش تبقاو ديما تواصلوا بجديد للقناه. لايك للفيديو فضلا وليس امرا وتعاليقكم بخصوص الموضوع. شيماء عبد العزيز اتقوا الله في الحوامل، فخليكم معايا باش تعرفوا التفاصيل. نشرت الفنانة المغربية شيماء عبد العزيز تدوينة مؤثرة عبر حسابها دعت من خلالها إلى التحلي بالرحمة والتفهم تجاه النساء الحوامل، مؤكدة أن الحمل ليس مجرد حالة جسدية بل تجربة نفسية حساسة تمر خلالها المرأة بتحولات عميقة. السلام عليكم. اليوم الصباح وقعت لي واحد شمس العشيه مع ديك لادريس كافي لادريس اللي كاينه في السعاده. انا تنعرف كافي لادريس اللي كاينه في كيليز وتنعرف اللي كاينه في جامع الفنا وغزالين والسيرفيس فيهم فن والماكله غزاله وديما تنمشيو تيكبروا بينا وتنكبروا بهم غزالين. بغيت نعرف انا شكون مول هذيك لادريس اللي كاينه في السعاده. واش عباد الله السيده كرشها لفمها مشيت ناكل حطوا ليا قلت لهم بغيت مسمنه وبغيت ملويه وبلاص ديك الحرشه بغيت مسمنه اخرى راه ما تناكلش الحرشه. قالوا لي لا لا عندنا داكشي محسوب. قلنا لهم اسيدي حسبوها ونخلصوا عليكم. قال لك لا عندنا خصاص السلعه هي هاد العام ما صبات الشتاء الزرع ما كاينش ياك مسمنه فيها 2 سنتيم شوهوني مع 2 شافين في المغرب. وتبدو كلمات شيماء عبد العزيز نابعة من صميم تجربتها الشخصية، خصوصا وأنها تعيش حاليا فترة الحمل، مما منح لتدوينتها صدقا وواقعية لامس مشاعر ومعاناة العديد من النساء. شوهوني كانوا قاعدين معايا الناس، سي خالد الشاف خالد والشاف طريق السيد من دنمارك السيد ما عطاش يحط. عباد الله تنشوف ماكلته يف تصور تنبين توفى. واش ماشي حشومه عباد الله؟ واش بغيتو المسمن نصوبوه لكم؟ مسمنه فيها 6 كيلو 7 كيلو راه هي كاينه في قنيطره دايره 5 دراهم تتحمق تتسطي. اسيدي الله يرحم لكم الوالدين راه حشومه السيده كرشها لفمها وتتحم عليكم تماك على مسمنه فيها 2 سنتيم وما قادرينش تعطيوها ليها. شوهتو بيا شوهتو بالمغرب شوهتو بالدنمارك. لا السيرفيس زيرو والو. قاعد السيد تيقمع فيا هو واحد السيده تما قاعدين تيقمعوا فينا. لا ما نقدروش نعطوك. لا ما نقدروش. يا ودي الله يهديك رانا حامله. لا ما نقدروش نعطوك. يا ودي الله يهديك راه تشهيت انا ما ناكلش هذاك. لا ما نقدروش نعطوك. عندنا داكشي محسوب والسلعه ما داخلاش عندنا المسمن ما داخلش عندهم. واختتمت منشورها بلهجة صريحة وصارمة قائلة: من فضلكم اتقوا الله في الحوامل، هادشي كيعرفوه غير ولاد الناس المأصلين، أما الرعوانيين ما كيفهموش، بغاوك توفى كاع.